اهلا بيك ايها المشاهد في عالم الناطوره. الناطوره مليانه قصص ياما هنا وياما هناك، بس عمرك تتخيل انك تسمع قصه عن بنت قررت تنهي حياتها عشان خاطر شعرها؟ انا ساره سامي ويلا بينا. نيها جنجامة طالبة هندية بجامعة سان جوزيف انتحرت بعد ما جربت تفرد شعرها اللي كان ويفي عشان صحابها بيتريقوا عليها في الجامعة، فراحت تفرد شعرها بس بسبب قلة الفلوس فردت جزء وجزء لا، فاصحابها اتريقوا عليها اكتر واكتر، فقررت ان هي تنهي حياتها. ياه، ده احنا كده نعمل تمثال لسوكا بقى ام شعر كيرلي منكوش دي. هو ليه الانسان سيد او سيدة عاوز يغير شعره اصلا؟ وايه اصلا ممكن يكون احسن نوع شعر؟ الحقيقة السؤال ده اثار فضول سيد قوي وقرر يدور في الناطوره عن ايه هو احسن شعر. فسيد سافر الناطوره قاره اسيا، الناطوره قاره افريقيا، والناطوره قاره امريكا الشماليه، بحيث انه يشوف ايه هو احسن شعر. لما راح الناطوره قاره افريقيا لقى ان اكتر شعر كيرلي ومجعد موجود هناك، ولقى اكتر شعر ستريت وليس موجود في الناطوره قاره اسيا. بس الناطوره قاره امريكا الشماليه لقى ان الكوكيجن هير موجود هناك بالثلاث انواع، لقى ان الشعر الليس موجود بنسبه 45% والشعر الويفي موجود بنسبه 40%، لكن الشعر الكيرلي موجود بنسبه 15%. فهل بقى تفتكر موقعك الجغرافي في الناطوره ممكن يأثر على شكل وتركيب الشعرايه؟ يعني مثلا وجود سيد او الانسان في قاره عن التانية، في مناخ عن التاني، او حتى في زمان عن زمن تاني ممكن يأثر على شعره؟ الحقيقه الاختلافات في انواع الشعر ليها عوامل كتير جدا، جينيه وبيئيه، ممكن يكون في عوامل لسه ما نعرفهاش لحد دلوقتي. من العوامل دي حاجه اسمها سيلكتيف بريشر، الضغط الانتقائي على الشعرايه، وده بيأثر على جينات الشعر اللي بتأثر على سمك وكثافه الشعرايه. وبما ان بدايه ظهور البشر كانت في افريقيا، فده يخلينا نعتقد ان الشعر الكيرلي هو اول شعر ظهر، وبما ان الشعر الكيرلي هو اول شعر ظهر فده اكيد فور سبيسيفيك ريزن، مش كده وخلاص. وزي ما قالت دكتور ليسزي، ودي دكتوره في الانثروبيولوجي بجامعه بنسلفانيا، قالت ان الدماغ عضو كبير وحساس جدا للحراره، وهو كمان بيولد الحراره، فكان لازم الهوموسيبينز الانسان العاقل مع زياده حجم البرين يحمي عقله من اشعه الشمس، خصوصا في طبيعه بيئته الاوليه، فكان لازم الناطوره تزود سيد بالشعر as a protection and isolation، حمايه من حراره الشمس وعزل وقت البرد. كده human scalp hair as a thermoregulatory adaptation. المهم سيد لقى ان ليسزي واصحابها عملوا تجربه حلوه قوي يدوروا بيها عن احسن نوع شعر. جابوا ناس ولبسوهم ويجز او بواريك مختلفه، بس البواريك كلها من شعر صيني 100%، موجود بالثلاث انواع، شعر ويفي وشعر كيرلي وشعر ستريت، وكلهم لونهم اسود. وخدوا الناس دي وسافروا بيهم على ناطوره قاره افريقيا، المكان اللي بدا فيه ظهور البشر، وخدوا معاهم كمان واحد من غير شعر خالص، اقرع يعني، وده عملوه علشان يشوفوا ايه هو تاثير الشعر ودرجه تجاعيده على جسم الانسان. اكتشف ان افضل نوع حمايه من الشمس وكمان بيقلل فقدان الجسم للميه على صوره عرق هو الشعر الكيرلي. وطبعا كان ضروري جدا ان الانسان يحافظ على الموارد الداخليه بتاعته في طبيعه بيئته الاوليه وندره الموارد طبعا. وهنا بقى واضح جدا دور الناطوره السليم في تطوير جسم سيد، علشان مع انتصاب جسمه وكبر عقله حمايته بالشعر الانسب كان ضروري جدا لبقائه. وبرده يا سيد واضح جدا ان الشعر الكيرلي اقدم من الشعر الليس الناعم، فده يخلينا نتوقع ان الانسان اللي ما عندوش شعر اقرع دماغه ليل نهار عماله بتمتص في حراره. مش بس كده، ده بيفقد ميه كتير جدا يا حرام على صوره عرق. كده الشعر الكيرلي شعر سوكا الحلوه دي طلع ليه ميزه تطوريه. كمان العلماء بتتوقع ان الشعر الكيرلي هو سبب استمرار الانسان لحد النهارده، وما انقرضش زي انسان نياندرسول ودينيسوفن اشباه البشر اللي انقرضت من 40,000 سنه. بعد بقى الابحاث دي كلها جه عالم اثار الجدل بسؤال غريب جدا، ليه شعر الانسان لونه اسود؟ الاسود بيمتص حراره، ليه شعره مش ابيض؟ ليه مش اخضر؟ ليه مش اصفر؟ اشمعنى الاسود؟ الحقيقه ان اللي سيد يعرفه وان اللي المفروض كل الناس تعرفه ان مفيش حاجه اسمها شعر حلو وشعر وحش، يعني مفيش معيار اصلا للجمال، يعني مش الشعر الناعم بس هو اللي معيار الجمال، مش البشره البيضاء بس هي معيار الجمال، ولا حتى العود الفرنساوي، لان المظهر مش كل حاجه. لكن لو الانسان بيعاني من مشكله الشعر الغير قابل للتصفيف فدي حاجه محتاجين نعالجها، غير كده مش محتاجين نعمل اي حاجه تانية غير ان احنا نهتم بصحتنا ونشوف الانسب لينا. فتفتكر بقى اول لما البشر بداوا كانوا بيهتموا بشعرهم قوي زي اليومين دول؟ لو عرفت الاجابه ما تنساش تكتب لنا في الكومنت وتعمل شير ولايك وسبسكرايب، واشوفك الحلقه الجايه من سيد والناطوره مع ساره سامي. سلام عليكم.